تعرفي ان 50% من سكان العالم بيعانوا من مشكلة قشرة الشعر، ولو انت ذكر فغالبا النسبة دي هتزيد. عشان كده في فيديو النهاردة هعرفك انواع القشرة وكمان ازاي تعالجيها بأبسط الطرق. اول حاجة انواع القشرة، في قشرة شعر جافة وقشرة شعر دهنية. قشرة الشعر الجافة لو انت فروة راسك جافة، او لو انت بتحبي تستخدمي المية السخنة بزيادة اثناء الاستحمام، او لو ان انت كمان بتستخدمي الشامبو اللي هو غير مناسب لفروة راسك، كمان لو بتستخدمي سشوار ومكوى كتير فطبيعي هيكون سبب. حتى في بعض الناس بيظهرلها القشرة الجافة بعد البروتين والكرياتين. طيب لو انا قشرة شعري دهنية اعرفها ازاي؟ بتكون لونها اصفر وبتكون سميكة، بتيجي للناس اللي عندها افراز دهون زيادة في فروة راسها. لو مش بتنضفيها باستمرار او بالفرشة المخصصة لتنظيف فروة الراس، اوقات تراكم الدهون بيعمل فطريات وبالتالي بيعمل التهاب في الجلد وبيقشره. وقتها بيجي القشرة معاها حكة وبتكون مزعجة جدا. علشان كده لازم نعرف اسبابها ونعالجها. اول حاجة هنعالجها بان احنا نستخدم المنتج المناسب، وفروني كير بنساعدك ان انت تختاري المنتج المناسب على حسب نوع قشرة شعرك. تاني حاجة ان انا احافظ على روتين صحي لحياتي، سواء بالاكل الصحي سواء بالرياضة، اقلل الضغط والتوتر، اقلل استخدام الحرارة على قد ما اقدر، ابطل اجرب الخلطات الطبيعيه اللي في البيت لان مش كلها بتبقى فعاله، في حاجات بتاذي الشعر اكتر ما بتفيد.